بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل فيديو معاكم النهارده ان شاء الله هيعجبكم، اللي هي الجبنه القريش البيضه اهيت الفلاحي في البيت اهي، من غير حصيره ومن غير اي حاجه خالص، بقماشه بس. هنعمل معاكم جبنه ساده دلوقتي. هنعمل معاكم نوعين من الجبنه، جبنه الساده قريش اهيت فلاحي، وجبنه ايه بالفلفل الفلاحي برضو الاحمر والاخضر. معايا 3 كيلو لبن اهوت، بتجيبيه من الفلاحه لو هو متلج بتسيبيه يفك من التلج وتفضوه في حله كده اهو، وتسيبيه. عايزه تسيبيه 3 ايام تسيبيه، عايزه تدفيه في الفرن دفيه بس يتدفى بس، وسيبيه برضو ايه في النمليه 3 ايام، هتلاقيه هي ايه يطلع معاكي اهوت. شو الجبنه القشطه اللي عليه دي كلها قشطه اهيت، كل الدوش القشطه 3 كيلو لبن اهوت. وهات من فلاحه مضمونه انت مسبناها زبون، تكون انت زبونه ليها يعني اهو. راب اهوت بعد 3 ايام اهو، كنت بندفيه في الفرن. دي القشطه اللي طالعه من على 3 كيلو اهيت. بعد ما رب اهوت هنجيب شاشه ومصفى، قماشة بيضة من عندك يعني، وحط فيها اللبن الرايب كده اهوت، وتحطهم على صينية او على حلة، وترش عليهم شوية ملح كده، وتلفهم في الشاشة الايه البيضة دهيت، تحط عليها تقول حاجة تقيلة. الصينية دي تقيلة، حط عليها اهيت، نشفتها شوية اهوت. كل شوية بتعدلي فيها بقى كده اهو، تصفي فيها اهو، واعملوها في البيت مضمونة عن بتاعت الفلاح. ده الشرش اللي نزل منها، والشرش ده ممكن تستخدميه في حاجات كتير، تعجني بيه فطير، تعجني بيه رقاق، ولا على لبن طبعا، تضيف عليه لبن طبعا اهو. اهو بتعدلي بقى فيها كده اهوت اهيت بالشاشة. عايزة تعملها قرصة تعمليها، عايزة تعملها زي اللي في الحصيرة بتاعت الفلاحة كده، اعملها زي ما بنعملها كده، بس دي هتبقى في قماشة مش في حصيرة اهو. وهشوفوا دلوقتي النوع التاني اللي هي بالفلفل الاحمر والاخضر الفلاحي اهو، هتديها طعم جميل وريحة جميلة ولون جميل خالص اهو. ديت بقى اللي في زي اللي تحت، اللي هي اسطوانه يعني، زي اللي في الحصيره، بتقطعها كده اهيت. بعد ما نشفت بتقطعيها، بتقطع معاكي بسهوله اهيت اهي، وجميله. وانا ما نردش اللبن بعد ما يروب، ما ندروش في الفرن تاني، لا بيروب نيجي حاطاه في الشاشه كده مصفياه. دي بقى هي الحله التانية اهيت برضو، من على 3 كيلو لبن طلع القشطه اللي قدامكم ديت، هنحط برضو في شاشه اهيت، وبنشق في المعلقه كده اهوت. دي ما حطيتش ملح دلوقتي ولا اي حاجه، حطيت تقل بس اهوت. هنحط الملح دلوقتي بقى لما يصفى منه شويه، الشرش والفلفل ايه الفلاحي الاحمر والاخضر، الشرش اللي طالع منها اهوت. مش هنحط بقى الملح والفلفل اهوت الاحمر والاخضر، بتحطيه بعد ما تجففيها شويه من الشرش، عشان طعم الفلفل ما يروحش منها، يفضل فيها. والملح تحطهم بعد ما تتصفى من اول مره من الشرش، تحط تقل عليها برضو. دي الشرش برضو بعد ما طلع برضو اهوت اهو، دي عملتها قرص اهي. الفلفل ده مخلي طعمها وريحتها جميله، كانها جاهزه بالظبط، واحسن من الجاهزه كمان. بتتقطع برضو عادي اهو، وهتعملوها في البيت مضمونه عن بتاعت الفلاحه، ولا فيها حشرات ولا حاجه ولا بنت ضمناه، وعاملاها على ايديك اهي. ولو عجبكم الفيديو بتاعي يا حبيبي لحد دلوقتي، اعملوا اشتراك في القناه واعملوا لايك اللي هو اعجاب، واكتبوا لي تعليق حلو زيكم. شايفين الفلفل لونه فيها جميل ازاي، وطعمه كمان في منتهى الجمال، كانها جاهزه واحسن من الجاهزه. قدامكم بعد ما قطعتها اهيت، طعم وريحة والله يا جماعة، وطعمه في منتهى الجمال. لون الفلفل بالفلاح، بس اعملي فلفل فلاح مش فلفل رومي، فلفل فلاحي عشان يدي الطعم واللون اللي انت عايزاه اهي. بتاعت الحصيرة هي اللي زي الحصيرة الاسطوانة، والتانية قرصة. عايزة تعملي دي اعملي دي، عايزة تعملي الاتنين مع بعض اعملي الاتنين مع بعض. وانا بردوش في الفرن بعد ما بيروب، بناخده بعد ما يروب على طول نحطه في الشاشة ونصفيه، ونعمل الطريقتين دولت، عشان ايه ما يبقاش ناشف معايا اللبن، ما بينشفش معايا. وعملت طبقه وتحط عليه طحينه من اللي انا عاملاها معاكم في القناه على القناه اهو، وتاكليها بقى وطعمه في منتهى الجمال، ولون وطعم وريحه، والفلفل عطاه طعم في منتهى الجمال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.